فرانك ريبيري قد يخرج من دائرة ضوء التألق إلى ظل الحسرة والخيبة. فرانك ريبيري قد يتحول من ملهم لكتيبة البلوز إلى متابع عبر الشاشة أو المدرجات. ريبيري مكره لا بطل، صانع ألعاب المنتخب الفرنسي أو الديك الذي تعول عليه بقية الديوك. بات أمر مشاركته في العرس العالمي مشكوكا فيه، والسبب إصابة في الظهر قد تجعل العمود الفقري لمنتخب فرنسا مقوسا غير مستقيم. ولأن الفأل لا يسر دائما، فقد كان النجم ريبيري يمني النفس بأن يختم مسيرته الكروية المضفرة من البرازيل، ولم لا بلقب يكون توأم اليتيم الذي ظفروا به ذات مونديال منصرم. ريبيري قدم أداء خارقا وكان أحد صناع نهائي مونديال ألمانيا أمام الطليان. شر بلية المنتخب الفرنسي في ريبيري قد يبكي كل من أراد للديوك صياحا في ملاعب البرازيل. ومسيرة ريبيري مع المنتخب عرفت في كثير من الأحيان أفراحا وانتصارات، وملحمة هذا المونديال صنع أمجادها على أنقاض أوكرانيا، والدقيقة 72 هي الشاهد والفيصل. جنون فرنسا بالكرة ليس له حدود، واستاد دو فرانس تلون بالأزرق والأبيض والأحمر. فرنسا تحبس أنفاسها من أجل ريبيري، وريبيري أنفاسه حبست حين عرف أنه قد يكون الغائب الأكبر في المونديال. أما ديشون الذي لم ولا يريد الاستسلام لمثل هذا الخبر، فقد ينتظر إلى الدقيقة أو الثانية الأخيرة قبل أن يكشف عن لائحة يريد على رأسها فنانا اسمه فرانك ريبيري.